خليني اقول اهلا بيك استاذ نادر النقوري. دي حلقه من حلقات سينكاست سينك اللي عاملين البودكاست دي، ودي خلينا نقول تاني راوند ليها، فاهلا بيك. اهلا بيك يا نديم، وانا مبسوط قوي ان انا معاك وفي الاكسبيرينس دي. انا دايما بشوف البوث ده في سينك سامت عموما، وكنت عايز في يوم من الايام ابقى جوه هذه الصوبه الزجاجيه الجميله وبقيت اهو معاك، فدي حاجه تشرفني. الحمد لله يا رب. بس انا النهارده احنا جايين نتكلم كده، الموضوع كاجوال جدا، وهو العنوان بتاع الموضوع ان سكيل فيرسس تالنت، وعايزين زي نفك طلاسم الموضوع شويه لكل الناس اللي عايزه. والله انا شايف نموذج زي استاذ نادر النقوري، فانا عايز ابقى دايركتور في يوم من الايام بالشكل ده او اعمل نفس النجاح. اكيد الحدوته دي ما ابتدتش من ان انا كنت دايركتور وانا لسه خارج من الكليه، لا، في ستوري بيهايند الموضوع. طب انا على فكره انا ما اعرفش انت مثلا كنت جامعه ايه او ابتديت ازاي. اوكي، فكان يو تيل اس ذا ستوري بليز. اكيد. لا، هو الموضوع ما ابتداش من الجامعه خالص. اوكي. ابتدى من وانا عندي 10 سنين. واو. اكتشفت فكره الستوب موشن، الصلصال. انا كنت بلعب بالصلصال از كليشيه از ات ساوندز، بلعب بالصلصال على المكتب اللي انا بذاكر عليه، وكان في كاميرا متثبته كده. طيب، فالصلصال ده اتحرك حته، خدت له صوره، اتحرك حته تانية، خدت له صوره، حطيت له حته ثالثه، ست سبع حركات والكاميرا ثابته. فلما بتيجي تعمل بلاي شفت البتاع بيتحرك. عارف الانسان الاول لما اكتشف النار؟ انا اكتشفت يا نهار اسود ومنيل، ده في حاجه اسمها موشن بيكتشر. طيب، ما حدش علمني حاجه، 10 سنين انا مش فاهم حاجه. فده اللي خلاني طب يلا بينا هصور حاجات بقى اللي هي الستوب موشن. كان بالنسبه لي الريفرنس هو الوحيد اللي في مصر ساعتها قصه الانبياء. اوكي. كانت بتتعمل باي استاذه زينب زمزم، كانت شركه معروفه قوي في الحته دي. فبالنسبه لي هو ايه ده اصلا؟ يعني ايه اصلا فكره البتاع؟ وانا ما كانش عندي اللكجري ان انا اجيب مثلا موديلز او اجيب ناس تمثل قدام كاميرا بتاع، فانا اللي كنت بعمل البني ادمين. طيب، واخليهم يعملوا قصص وبتاع ومش عارف ايه. ومن هنا ابتديت اكتشف ان انا اقدر اعمل اصوات، اعمل كل ده بكاركتر. ده راجل اللي مش عارف. انا كنت بعمل زمان قصص توعيه للشباب قوي، اللي هو بعمل كشك سجاير وواحد جاي بيشتري علبه سجاير، فالراجل يقول له وانت مش عارف ان ده مش صح وبتاع. از كليشيه بس انا كنت راجل يعني عندي فقر طبعا في الافكار. فقر ايه؟ ما هو كان في وقتها ده، ما هو كده كان بوم الصراحه. فمع الوقت ابتديت افهم فكره الايديتنج، عشان الحاجات دي كلها كانت بتتعمل بسوفت وير معين ليه علاقه بان انت تحط الفريمز دي جنب بعض عشان يتحركوا. فابتديت اشتغل از ان اديتور، بس اديتور سلايد شوز في الافراح. عارف انت لما العيله والله ندوره هيعمل لنا الكليبايه دي هايله، واعمل بقى افكت القلب والورده والبتاع. بس برضو اساد از ات ساوندز دي فهمتني يعني ايه اصلا شريط صوت وشريط صوره. اوكي. فبعدها ابتديت العب مزيكا. فالمزيكا دي ابتديت ابجريدد ان انا عايز اصور ميوزك فيديوز. طيب، فميوزك فيديوز ما صورتهاش بالمزيكا الاوريجينال بتاعتي، كنت بجيب ميوزك معروفه او اغاني كنت بحبها. سبيشال كنت بلعب في الحته الروك والميتال والدارك ميتال والحاجات الضلمه دي. فابتديت انزل انا واصحابي اجيبهم من المدرسه ونبدا نصور ميوزك فيديوز، وابدا اروح على سطح واحد نصور القصه. عارف دايما الميوزك فيديو بيبقى باند بتلعب وفيه قصه. انا كنت بعمل الاثنين، وبصورهم وبطلع فيهم وبأدت وعارف انت اللي هو وان مان شو زي ما قال الكتاب. وكنت كمان بصنع الجيتارات والدرامز والحاجات، بخليهم يمسكوها بصنعها. بتصنعهم ازاي؟ كرتون. سيريسلي؟ كنت بعمل الدرامز من عارف انت الاطباق الغسيل، اقلبها أيوه. واعملها واخرمها، فاعمل لها كانه ستاند. فدي مثلا تبقى التوم تومز، ودي السنير، ودي الكراش، ودي البتاع. فهو كان موضوع من اكسسوار في مخرج في كل ارت دايركتور كل الالعاب. فابتديت لما اخش الجامعه ابتدى يبقى في بقى شويه تولز بروفيشنال شويه. كنت بقى بنسرق من الاخر، بنسرق الكاميرا من الجامعه، عشان كان طبعا تصريح تطلع الكاميرا دي وبتاع. فالناس كانت بتبوظ هناك وانا بروح اصور حاجات هناك. عارف انت الفتره بتاعت الجامعه؟ جامعه ايه؟ جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. فعلا. اوكي. كنت ماسكوم هناك. بس انا كنت اوريدي بشتغل من وانا عندي 17 سنه. دي كانت تيرنينج بوينت معينه بقى، ان انا جاي لي الاوبورتونيتي ان انا اسافر الاقصر واسوان وابو سمبل. كنت مشارك في بروجكت كبير قوي ساعتها تبع البي بي سي، افلام كبيره عامله زي تروي كده وبتاع، بس كانت اكسكلوسيف للبي بي سي. كنت رايح على شكل حاجه اسمها ستاند ان اكتر. ستاند ان اكتر ده اللي بيقعد مكان الممثل، بياخد نوره، بيعمل نفس الميزانسين الحركه، بيعمل مش عارف ايه، اللي هو بيحطوه بعد كده يرموه في الزباله والممثل يخش. فده انا كنت بشتغل الشغلانه دي، وام فيري ثانكفul للشغلانه دي ان هي خلتني امونيتور كل حاجه في الدنيا. تخيل انا قاعد كده مكاني
فعمال بشوف بقى مدير التصوير بياخد وقت قد ايه، بشوف الجريب عمل ما اعرفش ايه، بشوف البانثر ده اتحط في قد ايه، بشوف الاكسسواريست عمل مش you're observing the whole process. كل حاجه، وانا باخد فلوس كمان. ف I was very thankful للحركه كورس دي ببلاش. بالظبط باخد فيه فلوس كمان. بالظبط. ف وباي ذا واي انا رحت الخطوه دي ان انا عملت دروب للسمستر من سنه تانية. ده كان تشالنج كبير قوي قدام والدي وكده، اللي هو انت ازاي هتسيب كل ده وتسافر؟ اول مره اسافر في حياتي، انا عندي 17 سنه، اول مره اركب طياره، بس كنت ويلنج ان انا اخد التشالنج وتمام، وانا هدفع ثمن السمستر اللي عملت له دروب ده من جيبي ومش عارف ايه وبتاع. فرجعت من الجيرني دي بقيت ويل استابلشت مساعد تاني في السوق. اشتغلت تقريبا حوالي 3 سنين، بعد كده اترقيت فجأة كده في يوم وليلة. نادر انت هتبقى مساعد اول. طيب قلبة بطن بنت لذينه طبعا، اللي هو يعني انا هاخد مسؤوليه اللوكيشن ده كمساعد اول. طبعا مساعد اول ده طبعا جوب تايتل كبير قوي يطول شرحه، بس هو الراجل اللي هو بي اوبريت اللوكيشن، بيبقى همزه الوصل ما بين المخرج والانتاج، بلا 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 كل الحاجات دي. قعدت مساعد مخرج اول مده 7 سنين. اشتغلت مع مخرجين عظماء جدا، 90% منهم اجانب، كانوا بيجيبوني قوي في الحته اللي ليها علاقه بالاجانب، لحد ما جالي اول فرصه اخراج وانا عندي 22 سنه. فدي كانت حاجه بجد I'm really thankful for. كنت بصور 5 سينما، اللي هو كان بالنسبه لنا طبعا حاجه كده، كانش لسه حته الديجيتال دي ما كناش لسه فاميليار بيها قوي. كان باي ذا واي جمعيه رساله برضو كان اول لا كان جمعيه رساله. الكلاينت الصراحه he believed ان انا ممكن اعمل حاجه، ف كانت حاجه لذيذه جدا. ومن اول يوم الصراحه وانا كنت بعمل حاجات ليها علاقه بالتكنيكاليتيز وليها علاقه بالمعرفش ايه والبتاع، كنت عايز اجرب السكول دي فروم داي 1. فقلت يلا هنخش بقى وندي. بس من 22 سنه ودلوقتي مش عايز اقول سني قوي بس عشان انا راجل كبير ما شاء الله وما يبانش. يعني بص الموضوع بيخد. انت لما قلت لي 5 سينما اللي هو انا يا نهار اسود. فاهم حاجه يعني ده بجد هناك كده يا لهوي. بس يعني ما شاء الله ما شاء الله وتاتش وود. فخلينا هنا احسن. خلينا هنا احسن. what I noticed however ومن كلامي actually النهارده مع حد مثلا زي عمرو حداد، كل دايركتور في مصر تحديدا بيبقى بيقول لك مثلا ده شيخ وطريقته دي وده شيخ وطريقته دي وده ستايله هنا. what I've seen you do الحبة الصغيرين يعني اللي على قدي دول، you've done comedy, you've done drama, you've done حاجة فيها استعطاف، حاجة فيها you've done a wide variety of commercials with different people. يعني مثلا كان في إعلان زي اللي هو طلبات ده اللي هو بتاع خالد مختار، أسعار ولعت مش عارف كذا، ده مثلا it was استخدام أغنية كانت موجودة وبوبيولر وجميلة وقعدنا توظيفها في حاجة ودمها كان خفيف قوي بكاركتر معين، قصاد مثلا الاعلان اللي كنت لسه بسالك عليه بتاع برضو شوف نسيت اسمه تاني. انا فاكر الاعلان كويس بكادرته مش فاكر اسم البراند يعني. كان ايه؟ كان اللي هو بتاع الحديد. حديد الجرحي. حديد الجرحي صح. حديد الجرحي ده الاعلان ده ليجندري حقيقي لانه مفيش حد شافه الا لما لا اللي هو ايه اللي بيحصل. can you please tell us what happened في الكرييتيف بروسيس بتاعته في التريتمنت بتاعته؟ لان يعني I know you might have said it اكيد على شو معين، بس ممكن تشرحه لطالب لسه بقى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز ابقى زي نادر النقوري. ماشي. حديد الجرحي الكرييتيف الكونسبت نفسه جاء طبعا من طارق نور ادفرتايزنج ايجنسي. البريف اصلا كان اوريدي في this kind of هباله if I can say يعني. فكره اللي هو اي حد بيبني بحاجه غير حديد الجرحي يبقى الراجل ده جاي يهزر، ده مش جاي يشتغل صح. فاحنا خدنا كونسبت الهزاره دي، هي كانت فيري سيمبل في الاول وبتاع. فانا ابتديت مع الكرييتيف تيم نبني this kind of jokes اللي هي فكره احنا عايزين نعمل حاجات بجد بعيده كل البعد عن المنطق بتحصل في كونستراكشن سايت. ودايما انا كنت بحب قوي العب على الهاي كونتراست، اللي هو راجل تلاقيه بشنب ومحترم وبتاع ومجلخ من كتر الشمس وبتاع، فجأة تلاقيه بيلعب هولا هوب بكل لذاذة وبكل راجل باين ان هو كاركتر ملوش اي علاقة بان هو ممكن يقلب مايلي سايرس في مينت ويركب على الراكينج بول ويعمل البتاع كده. واحد بيلعب نط الحبل، شكله راجل صعيدي جدا وبتاع وبيخاف على شرفه يعني، عارف تلاقيه بينط الحبل وهو لابس بربطوز لون اصفر. يعني انا كنت عايز بقى العب على الحاجات دي قوي عشان يعني knowing طبعا شعبنا الجميل
الحاجات دي هو اللي هتجيب معاه. حته الحاجات اللي هي الهاي كونتراست اللي ليها علاقه بالكوميديا قوي دي. فمن هنا لما قعدت اشتغلت مع الار دايركتور وبتاع اللي هو طب انا عايز اعمل هولا هوب بالحديد، تكنيكلي اتس امبوسيبل، نعمل ايه؟ طب يلا نفيك بتاع الحديد ده ونعمله بجد بلاستيك عشان يدي التكستشر بتاع الحديد زياده ان الراجل يعرف يلعب بيه كده. كان في لعبه مثلا اللي هو الواد راكب في البتاع اللي هي بتطلع المونه دي. أيوة. طيب فقلت ماشي دي تبان لعبه ان هو ممكن يبقى طالع نازل، بس وانا بصور كده لقيت ان احنا ممكن نزود تاتش، فخليته يمسك نبله ويضرب يلسع على واحد على قفاه وهو طالع. السباق اللي معمول بالبتوع اللي هم اللي بيشيلوا الزلط والطوب بيعملوا سباق بيها والناس قاعده بتعمل رجليها الحاجات دي كلها كان في حاجات بتطلع امبروفايزد اون سيت اللي هي ليها علاقه مثلا بالحركه الرجل البتاع مش عارف ايه، بس طبعا سيتويشن از سيتويشن ده معمول حسابه من اول تريتمنت، عشان انا بحب قوي اشتغل بحته ان التريتمنت يبقى هو البايبل، هو اللي بنبيع بيه البيعه، هو اللي بنخش نحضر، هو اللي بنصور، هو اللي بتشوفه في الاديت. في مدارس تانية كتير جدا بيحبوا يعملوا حاجات اون سيت يجربوا بتاع، انا الصراحه ما بعملش كده. ده ممكن جاي من حته ان انا ممكن اكون بشوف الاعلان من اول البريفنج كول، الكرييتيف دايركتور بيطلع بالفكره بيكلمني يديني البريف، انا في الكول دي يا شفت يا ما شفتش. الموضوع عندي بيبدا بدري شويتين ثلاثه، فمن هنا انا ببقى محدد قوي 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 انا عايز اعمل ايه. لدرجه ان بقى في كلاينت مره قفشني كده قال لي نادر انت ما بتدلناش اي لاكجري في الاديت، انا مش عارف اغير. طيب ودي مش شطاره والله مني او ان انا سوبرمان، بس اللي هو انا شايف دي هصورها بالظبط كده. حتى لو طلعنا بره الموضوع عن حديد الجرحي، لو حاجه مثلا ليها علاقه باغاني او بتاع، انا برضو الاغاني بحب اصور حاجات فيري سبيسيفيك. يعني لو الاغنيه بتتكون من كورس وفيرس وبتاع مش عارف ايه، انا هاخد حته من الفيرس من هنا لحد هنا بس، هاخد الكورس هنا بس، هاخد مش عارف ايه هنا بقى، وفي الاخر هتلاقيهم ركبوا على بعض، بس عشان هو ده اللي انا وعدت بيه من الاول. وما بتسيبش فرصه ان يبقى حتى الدنيا طب ما احنا ممكن نعمل كذا برضو، لا انت داخل رسم الخطه. I think ده يعني زي ما انت بتقول هو ده التكست بوك صح. مش ما اقدرش اقول صح بس عشان ممكن يكون في مدارس اخرى، بس بالظبط at the end of the day دي وظيفة المخرج، ان انت تبقى داخل بالخطة والتريتمنت الصح تنفذها في اللوكيشن، تخرج معاك اللي انت كنت مصوره يعني 100%، مش اللي هو يلا نصور واحنا وحظنا نلاقي حاجة. وممكن ده برضو جاي نديم من فكرة ان انا كنت بيزد اديتور اكتر، فانا ببقى شايف قوي الشطات هتركب ازاي. يعني حتى في ناس قبل كده كانت بتصورني كده وانا على المونيتور وانا بعمل الحركات المتخلفه انا بعملها قدام المونيتور دي، تحس انها بقيت بعيني اللي هو في اخر الشوط اللي واقول كات تمام انا خدت لحد هنا، فاهم؟ فخلاص انا اوريدي اللي انا عندي ده انا شايفه هنا، وبعد كده هيخش عليه الكلوز اب، بعد كده هوسع، بعد كده اعمل التراك، بعد كده الباقي. فبالتالي خلاص انا منتج الاعلان من قبل الفيلم وانت قاعد في اللوكيشن ده. حقيقي. واو. يعني هل انت شايف ان سيب لا ده في مدارس ونعمل كده، ولا انت شايف ان this is actually حاجة انا اسعى لها من الاول عشان ابقى بجيب اجوان على طول يعني، ولا اجرب واشوف انا ايه اللي ماشي معايا اكتر؟ لا الصراحه انا في الاول طبعا لما كنت بشتغل حاجات NGOs كتير وحاجات وبتاع، كنت بسيب فكره اللكجري ان انا طب ممكن اصور شوت تاني ممكن ينفعني في الاديت ممكن مش عارف ايه. لا انا كنت بجرب في الاول الصراحه، يعني ما كنتش from day one سوبر سبيسيفيك قوي كده انا عايز ايه واكتر من كده انا مش عايز وبتاع، ومش اللي هو مش one more for safety والكلام ده. يعني ما كنتش بحب قوي اروح ده سوري في الاول كنت بحب اروح قوي ده عشان بجرب بشوف يمكن ما ممكن استفيد بالشوت ده في الايديت احطه في حاجه يزود لي التيمبو يسرع لي طريقه الحكي، هي حاجات كتير جدا. فلا انا ما بنصحش طبعا بسكول معينه هي دي وبتاع، في ناس بتعمل اروع الاعمال لما بينزلوا اصلا راندم للكاميرا على كتفهم وبيودوا بيجيبوا فوتج من هنا وفوتج من هنا، هو الراجل شايف في الاخر هيحط ده على مزيكا معينه على VO معين على بتاع هيعمل اعلان بوم. انا ممكن مدرستي ما بقتش كده خلاص anymore يعني. This applies locally and internationally ولا دي حاجة متعلقة بالسوق المصري؟ both. أنا كنت بشتغل مع مخرجين طلاينة وفرنسويين وأسبان وبتاع كتير جدا، اللي بيحصل هنا زي اللي بيحصل هناك زي اللي بيحصل في أوروبا في أمريكا في أي حاجة يعني. معلش out of curiosity what is the coolest project you've worked on كمساعد لحد أجنبي هنا في مصر؟ كان في إعلان لكارير. أوكي. كان مخرج أسباني
ده انا اتعلمت منه فن الترانزيشنز السموث. هو الاعلان كله ازف ان هو يبان وان شوت والناس كلها واقفه في الهوا كده وحاجات معلقينها ازف ان هو احنا we're experiencing a very specific moment بتاعت مم. واد بيلعب كده في الهوا وحاطين الكوره بماجيك وايرز مش عارف بنخش جوه فتحات التكييف بنعمل مش عارف ايه. انا طبعا الحاجات دي بالنسبه لي جننتني اللي هو ايه ده ايه الحلاوه دي الحاجات دي ممكن نعملها اون سيت من غير البوست قوي من غير البتاع قوي ده. فده عجبني من الحته دي واكشلي انا كنت مساعد تاني كمان في البروجكت ده. اوكي ف يعني تقريبا ده كان من اكتر الاعلانات اللي انا ما عملتش شغلتي كويس عشان انا عشان كنت مركز كنت معاه. بمونيتور المخرج بطريقه غير طبعا. كان في فاكابس في الكاست كان تحضيرات الناس في البتاع يا نهار عشان أسود. كنت امكين قوي ان انا ابقى اون سيت عشان الراجل ده انا عايز اتعلم منه حاجه. اوكي انا خدت بالي من ان انت خلاص يعني بجد هو ذا سيكريت انجريدينت في الليله دي كلها ان انت يو اوبزرف everything you can observe في اي لوكيشن. يعني انت اعتقد دي بقى قلبت وهي عاده عندك اوريدي. ده يعني حقيقي. do you still observe until now وبتاخد نوتس ولا you're focusing more on developing your style لوحدك؟ يعني هل لسه بتذاكر زي ما كنت بتذاكر كده؟ 100% بذاكر يعني بره اللوكيشن وجوه اللوكيشن يعني اي حد يا نديم ممكن يكسبك معلومه جديده تروح بيها. يعني انا لسه لحد دلوقتي كان عندي شوت من اسبوعين 3 في الجريب كان معايا عمل اختراع ابن 60 لذينه كده. قعدت اتفرج اللي هو كذا 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 كذا. هو ده في الاخر بيجي بيزد على بريف مني ان انا عايز اعمل 1 2 3 4 بس فكره اللي هو قاعد يعمل ويسوي ويحط حاجه فوق حاجه فوق دي ممكن تديني فكره لاعلان بعد كده. انا عايز اعمل البتاع ده بس اعمل فيه شويه موديفيكيشن مثلا معين او اعمل مش عارف ايه او بتاع حاجات عامله كده. فهي مينلي الاستفاده بتبقى عندنا من الجزء التكنيكال شويه بلس بقى طبعا بره اللوكيشن بحب اتفرج على حاجات كتير جدا. بحب اشوف حاجات just to get inspired مش اخد حاجه بعينها اعملها. ودي حاجه عندي من زمان الصراحه. انا واخد عهد على نفسي كده بيني وبين نادر اللي جوايا. انا مش عايز اسرق حاجات مش عايز اقتبس قوي بتاع. انا عايز بس حاجات to get me inspired بالستوري تيلينج هيبقى عامل ازاي الوان بتاع مش عارف ايه. بس هو كده كده الحاجات هي اللي بتوديني لوحدها. يعني دماغي كايدنتيتي او ككده دايما هي الحمد لله I'm thankful يعني ما شاء الله. ان هي دايما هي اللي بتوديني للستايل غصب عني. That's amazing. Amazing to hear. طب انا في حاجه برضو لاحظتها throughout يعني الاندستري كلها بيبقى في زي تطور طبيعي للحاجه الساقعه شويه كده ان احنا بيبقى عندنا ستيجز بنتحرك فيها. مثلا انا لو بخرج بقالي فتره طويله ف يمكن اكون أنا غلط بس بحس ان الجروث بتاعها ان احنا بنتجه ان احنا مثلا يبقى في برودكشن هاوس او بيبقى في كرييتيف ايجنسي ايفن سام تايمز حسب انت كان الباك جراوند بتاعتك ايه. انا شفتك فتره طويله بس ما شاء الله بتقول 22 سنه والله اعلم دلوقتي مش هقول. what is in your head the next step لانك لغايه دلوقتي you're still directing and ما شاء الله you're one of the leaders of the industry ف you're sustaining الجلوري بس you're not moving on to the next chapter ولا في next chapter انت بتحضر له مثلا ولسه مش قايل عليه؟ ماشي ده حاجة كويسة جدا. طيب هو كل الناس زي ما انت بتقول كده بيعملوا سايد بيزنس بيعملوا حاجات بيعملوا بتاع عشان في الاخر وفي الاول للاسف ساد تروث يعني المخرج عمره قصير. مش عشان حاجة عشان هو التطور اسرع مننا بكتير ودلوقتي في AI وفي مصايب سودا وكده. انا على قد ما اقدر بقعد اذاكر على قد ما اقدر عشان تو كيب الموضوع ده فريش على قد ما اقدر وكده. فبالنسبة لي بكل امانة يعني انا بهيمة في البيزنس. انا ما بعرفش اعمل غير اللي انا بعرف اعمله ده من وانا عندي 10 سنين. اوكي. والحاجه اللي مخلياني اعتقد من وجهه نظري ان انا مكمل ان انا نديم بحس ان انا لسه بلعب. انا ما بشتغلش. انا لو صحيت من النوم حسيت ان انا رايح شغلي I will lose it فعلا. ده اللي مخليني مكمل. ده اللي مخليني اللعبه بتاعتي فين. بشوفها على المونيتور بشوف البتاع بيتعمل فالاكسايتمنت بشوفها في الاديت بعمل مش عارف ايه وانا بعمل مزيكه حاجه ديمو عشان اروح ابيعها بحس بكل الاشياء اللي بتتعمل مش عارف ايه بتاع ده احساس عندي اتمنى ان هو ما يموتش. بس فكره ان انا لسه بلعب دي حاجه دايما بفكر نفسي بيها بعملها بتاع باستثناء طبعا البوليتكس بقى اللي بتدخلنا في حته الكلاينت والايجنسيز والبتاع دي دايما بتبقى ماشيه alongside كده. بس المين شيء الكبير انا يا جماعه جاي العب. اوكي. يعني وده اعتقد اللي باين قوي اكتر في شغلي وفي حاجتي وبتاع الحاجات بان كده playful in a way يعني.
بس كنكست ستيب ممكن يعني نقول الموضوع ده دلوقتي ان انا ان شاء الله بظبط فيلمي واو. اوكي. وناخد خطوات فعليه فيه على اول السنه ان شاء الله. ما شاء الله. سربرايزنجلي الفيلم مش هيبقى ليه علاقه بستايلي قوي ودي حاجه انا اكتشفتها بقى لما ابتديت انسى اصلا انا داخل ليه. انا ما كنتش داخل اعلانات، يعني الاعلانات بالنسبه لي طول عمرها بريدج عشان توصلني للفيلم. فاهم قصدي؟ واو. بس اتسحلت فيها 16 سنه، فاهم؟ دي اطول سحله دي تقريبا سحله ممكن انت حد قاعد بتلعب لسه بالحاجه بس البنفيت الصراحه ان انت بتعمل افلام كتير قوي 45 ثانيه بتجرب فيها مليون الف جونرا، فبيعلمك حاجات. دلوقتي بقى في اعلانات very well based على celebrities، فبتتعرف على بني ادمين، بتاخد That's علاقات، true. بتعمل بروديوسرز، بتعرف حتى تبريف الكروز ازاي عشان ده ينفعك في الاخر في الاعلان وسوري في الفيلم وكل ده. بس فهي دي مينلي الخطوه الكبيره يعني اللي ان شاء الله داخلها، وادعوا لنا بقى. تسخنتني والله. لا بقول لك ايه، وبص يعني انا مثلا استاذ عمر هلال you know he's actually the reason I'm doing voice over، لان هو اللي أوكي. كنت في اللوكي وكنت برضو موديل في الاعلان. كان اعلان جهينه، اوكي. فمش عارف جهينه عصير طبيعي، فقال لي ايه ده تعالى تعمل اه فيو، فقلت له لا تعالى طب عندنا اعلان فودافون. الحمد لله من اليوم ده انا بعمل كده. حلو جدا. بس انا طبعا انا ببص له طبعا الراجل ده بالنسبه لي هيرو، فانا عمال اتفرج بيعمل طبعا ايه. عمر هلال and then the shift from commercial to voy جون، يلا اقلب العالم، فاهم؟ خش مسابقات واكسب جوائز ويكتب عليك اكبر بتوع السينما يقولوا ان انت عبقري. فلا this is a huge feat، فاهم قصدي ايه؟ ففكره ان انا سمعت تعمل فيلم دلوقتي برضو يعني الله الله الله، ارجوك انا هموت واتفرج من دلوقتي. واي ثينك الحمد لله البريفليج اللي احنا كمخرجين اعلانات لما بنبدا نعمل دراما او بنبدا نعمل افلام، بيبقى في حته كده ليها علاقه بالكرافتنج انت بتاخدها معاك في الاعلان او سوري في الفيلم او في الدراما او بتاع، عشان انت متعود ان انت بتعمل كبسوله very well crafted في 45 ثانيه. تخيل لما انت بقى تطبق ده 45 جنب بعض كتير جنب بعض فاكيد الشيء هيبقى مبهر in a way. طيب فحتى لو القصه مثلا خيشت منك سن، هتلاقي في حاجه مبهره حلوه عشان انت اصلا شغلتك فيجوالز. طيب فهتعرف تحكي قصه بمليون الف طريقه بمليون الف بتاع. بس دلوقتي الصراحه انا الشيء اللي انا متمسك بيه جدا وده اللي مخليني قاعد في الفيلم ده كتير قوي، فكره فعلا السكريبت. يعني when it comes طبعا لافلام السيناريو هو اللي بيحركني، مفيش اي حاجه تانية. بنى الشخصيات، تلاحم الاحداث مع بعض، ما اعرفش ايه بتاع، دي حاجه سوبر سوبر تريكي when it comes to a movie لبدايه وسط نهايه. غير الاعلان انت زو وبتجري، فاهم؟ الفيلم ده بقى بالظبط، الفيلم ده احنا بنقول عليه you're building history. دوسة الزرار في الفيلم انت بتعمل تاريخك دلوقتي، فدي حاجه مربكه لاعلى الدرجات يعني. بص موضوع انسبايرنج بطريقه مرعبه، وانا يعني انتبتني القشعريره حالا. بس هسالك سؤال مهم، وانا شخصيا كنت زمان بدور على الاجابه بتاعت السؤال ده لما بتفرج على حد اي ادماير. انت دلوقتي اكيد بيجي عليك وقت تبقى كيوريوس، طب هل في انا محتاج مساعد هنا ومحتاج مساعد تاني هنا ومحتاج مش عارف دايركتورز بروديوسر، فاكيد انت ماشي عندك ناس اوريدي بترالاي اون، بس اكيد بيبقى في نيو تالنت في الحسبه sometimes. what do you look for في الناس اللي بيجوا يساعدوك علشان تميز اوكي ده حد الكيمستري بتاعته تشتغل معايا وده بالظبط اللي انا كنت بدور عليه، تعالى؟ حد الصراحه بفكر فكرت في السؤال ده كتير جدا جدا جدا، عشان اكيد في ناس يعني بتبعت وبتبقى عايزين يشتغلوا وينزلوا وبتاع. هو الكي الكبير جدا فكره الباشن. انت to what extent انت ممكن ترمي نفسك في البحر. هقول لك نموذج صغير جدا انا حصل لي personally، وحد جاء قال لي، حد كبير جدا ساعتها في الاندستري، قال لي نادر انت نفسك طويل، انت هتكمل، you have a passion. كنت بشتغل شغلانه الستاند اكتر دي، فانا كنت يا جماعه انا بتاعكم، اعمل ايه بس اقعد هنا او اوبزرف كل حاجه. قالوا لي نادر احنا بنعمل دور امون، الاله امون. طيب فاحنا عايزين نظبط عليك نور. طيب بس المشكله عشان طبعا الخواجات عندهم حاجات دي فيري سبيسيفيك، السكين تون بتاع امون لون ازرق، خش الدهن باشا، اخش الدهن. قعدت بدهن لمده اسبوع، لمده ساعتين لون ازرق، والبس الكراون والبتاع واقعد عشان ياخدوا عليا نور لمده 5 دقايق وامشي اتطفح بعيد.
فاهم؟ فانا كنت بروح بتحمس لان انا ادهن حاجه يعني فيري هيوميليتنج، بس بدهن مش ازرق humiliating بس ده يعني ايه الصبر ده؟ انا جاي عشان هقعد هنا واوبزرف كل الناس دي وات ايفر تيكس. طيب ده الصراحه اللي انا بفكر فيه او بدور عليه في حد يبقى يقدر يجي يرمي نفسه في الشغلانه بتاعتنا دي. الشغلانه بتاعتنا دي اكتر من القاسيه بمراحل، واكيد انت عارف وناس كتير عارفه. فانت نفسك طويل قد ايه؟ دي حاجه. الحاجه التانية، دي حاجه دايما انا بقولها لاي حد يعني مشكورا عايز ينزل يتمرن يعمل بتاع، انا محتاج اشوف حاجه هو عملها بنفسه. لازم اشوف الدماغ. ان شاء الله لو حاجه بجد السيمبل از حاجه بالموبايل، الموبايل ده بيعمل بلاوي، بس عايز اشوف الدماغ زي ما انا كنت بعمل حاجات وبوزعها سيديهات زي النعناع في الاتوبيسات كده. لحد ما جات لي الفرصه وحد شاور عليا قال لك نادر انت بوتنشال لشيء. انا شفت حاجه زي الخار على فكره، بس الحاجه دي انا هعرف اخدها ديفلوبت. اصل في الاخر في الاول الراجل اللي بينزل معايا او البنت اللي بتنزل معايا دي هو في منفعه مشتركه، انا هستفيد منك وانت هتستفيد مني. طيب فانا لازم تثبت لي او توريني حاجه بجد اترعب من الحلاوه. لو حد بجد مصور نمله ماشيه، بس هو مصورها ازاي وحس بايه وحط لها في او ولا لا، والنمله دي بتكلم نفسها ولا هي تايهه ولا اتفعصت في الاخر، عمل الافيه ازاي فاهم؟ تو ذات اكستنت يعني. انه فكر في التفاصيل، وكان عنده واضح ان كان عنده الصبر بتاع ان هو يستنى ويشوف هيعمل ايه بطريقه كريتيف عشان يحكي حدوته. بالظبط. صح انا كده؟ ممكن اكون قاسي بس في الحته دي شويه، بس عشان ممكن ده اللي جاي من التشايلد هود تروما بتاعتي. انا كنت بعمل ستوب موشن، بعمل 15 فريم في ساعه عشان أوكي. بعمل البتاع بيتحرك كده، فاهم؟ فبعمل الفيلم في شهر. انا كنت ساعتها فاضي ما عنديش حاجه، بس كنت مصر ان انا اطلع قوي اللي في دماغي حتى لو كنت بعمل فيلم مدته 3 دقايق في شهر. فالصراحه دي الحاجات اللي انا بفكر فيها. مش عايز حد يحبط يعني، بس يعني بفكر في الحاجات دي. بس يعني هل does that mean that it's too late لو انا ما كنتش في مراحلي الاوليه كنت بلعب اللعبه دي او بحاول اعمل موفي ميكنج او كده؟ يعني لو انا عندي مثلا، انا اهو نديم عندي 34 سنه وانا مهتم جدا اتعلم اخراج وهبتدي اعمل ترايلز واوري والكلام ده كله وهفرجك على حاجه، does it matter how old I am؟ بمنتهى الامانه خالص استحاله يعني، ما فيهاش اي ايج براكت. الفكره كلها نديم في التالنت. يو هاف ات يو دونت هاف ات. بس يعني جربت تعمل حاجه وديت والناس وبتاع مش عارف ايه لقوا فيك بوتنشال، مش شرط تاخد المشوار من الاول زي ما احنا اتعكين يعني. مش شرط تبقى ستاند ان ولا انترن ولا بتاع اللي هو لا. فجاه دلوقتي الريتم بقى اسرع بكتير من زمان يعني، فاهم؟ دلوقتي بقى فيه اللي هو هوب دريب، ناس بيبقوا مساعدين اوائل، وانا كنت لسه شايفهم في شوت من 4 شهور مثلا نازلين بيتمرنوا، فاهم قصدي؟ كواليتي بقى انت هتكمل ولا لا دي راجعه لك. انت خدت القرار ان انت تبقى مساعد اول، قدها ولا مش قدها؟ دي بقى قرارات بقى ايه. انا قعدت 7 سنين عشان اقدر اقول ان انا I can transition بالظبط في الاتجاه ده. ممكن انا كنت عايز اطبخ قوي وعايز افهم قوي وعايز مش عارف ايه بتاع. دلوقتي الريتم اسرع بكتير وممكن تلقط اسرع بكتير فهي ملهاش ايج الصراحه خالص. ممكن اسال سؤال اخير شخصي بقى ليه علاقه بانترست عندك؟ المزيكا. انا اقعد كل ما اقف جنبك اسمع حد بيقول انت بتلعب مزيكا، وانت قاعد تقول انت بتلعب مزيكا. انت بتلعب do you play the guitar? what do you play؟ لا I used to have a band زمان. اوكي. مش عارف اعرف اقول الكلام ده ولا لا. كنا بنلعب هارد روك وديث ميتال وبتاع. عارف قضيه الساتانكس بتاعت زمان دي؟ ايوه. احنا يا راجل. ايه ده؟ كانت ضلمه، كانت مشهوره في نادي الجزيره جدا. فعلا كنا في الحته الاكستريم قوي دي. ووصلت الحته كده اللي هو انا ابتديت احب الشيء الفيجوال قوي ده، اللي انا كنتش عارف اسمه. هل ده اسمه اخراج يا جماعه ولا ايه؟ انا بشوف حاجات جوه دماغي عايز اطبقها. طيب فمع الوقت اكتشفت ان ده اخراج، بس المزيكا فضلت ماشيه معايا باراليل. وللاسف انا كنت لازم اختار حاجه عشان الاتنين محتاجين ديديكيشن. طيب فاي دروبت المزيكا وابتديت اكمل في الاخراج، بس مع الوقت ابتديت ابلند المزيكا في الحاجات اللي انا بعملها بطريقه كبيره، لحد ما ابتديت اعمل استوديو صغير عندي في البيت كده واعمل وبتاع. ابتديت ارجع اعمل ميوزك برودكشن ان واي، بس في نطاق الديموز بس اللي هي بتاعت البيعه الاولانيه للاعلان دي، عارف؟ فاهم قصدي. واقعد اغني البتاع بصوتي كده واخرف وبتاع ونروح نبيع البيعه. تمام. في ناس بيقول لك ايه ده نادر احنا عايزين صوتك زي ما هو. فمن هنا ابتديت برضو اعمل اعلانات بصوتي وبتاع ما اعرفش ايه وهكذا. انا لسه ايه الاعلان انت عملته؟
عملت حاجات بصوت، غنيت مالوكس، كان اعلان اولد سكول روك، أوكي. غنيت فريدي ميركوري ستايل. ايوه الاعلان ده جامد. ايوه فاكره. احنا اشتغلنا عملته ساوند مع ديزاين اي ساري. ثينك، ولا لا ده كان مساري، لا مش احنا. لا عملته مع ساري. اوكي وغنيت الاعلان بتاع في هاب بتاع فودافون بزنس، اوكي وغنيت بونجورنو اللي هو ماعد سياسة خالد، حاجات كده. فكنت يعني بحب قوي برضو لعبة الصوت عموما. بعمل ساوند افكتس بصوتي ساعات، بعمل لو بجد. حد مثلا اون سيت ممثل صرخ صريخه معينه قوي وانا عايز ابوشت شويه في الساوند ديزاين، اخش اصرخها. ما شاء الله. قطه، فار، الحاجات ده دي فولي ارتست بقى كمان. يعني في يا الحته كده. 7 صنايع، بسم الله ما شاء الله. بجد thank you so much for this very 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 lovely ثانك يو talk. نديم، انا انبسطت جدا جدا انا اللي جدا. انبسطت والله، واقسم بالله بحبك في الله جدا يا جدا نهار جدا ابيض، جدا. على انت راسنا على راسنا. بجد رول موديل لناس كتير مننا، لان انت Thank او من 10 سنين او ترو تالنت ما شاء الله، and you're still keeping it going، وربنا يحافظ عليك. وان شاء الله انا متحمس اشوف you الفيلم نديم. ده. appreciate it إن شاء يا الله. رب يا رب يا رب نقدر يعني نبقى لاكي انف ونوريك البورتفوليو بتاعنا باشا من ونساعدك غير في الحته بتاعت بورتفوليو، الصوت. يا يا لا من رب غير بورتفوليو يا يا باشا. رب. انت معروف Thank في you so حتتك يا much. نديم، وبرافو عليك ربنا جدا في كل حاجه يخليك. بتعملها، وميرسي جدا على البودكاست Thank you الفوق so الرائع ده. much. ايه ده والله بجد. والله الحمد انا لله. انبسطت. ربنا يخليك يا نادر. Thank you very much. ثانك يو ميرسي. انت راجل يا خراش يا خراش. يعني شكرا.